هذه أبيات رائقة في رثاء أخينا الفاضل القارئ الشاب أبي حاتم موسى عقاقنا رحمه الله رحمة واسعة، كتبها أخونا وشيخنا الفاضل أبو صفوان الطيب حمادي أدام الله نفعه. يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. خطيب القوم يدفن في التراب، وقارئنا المرتل للكتاب، شجي الصوت يدخل للصميم، يحرك خاطبا أهل الخطاب. فهل خلفت من عقب وريثا، نرى فيه الملامح باقتراب. فلا والله ما ترك الحديد رديفا لا العقيب ولا المحابي. فزوجه والحماة ومقلتاها، فستتهم تراد بلا إياب. فنحسبهم وقد قبل الرحيم شهادتهم كذي الهدم المصاب. فإن القلب يحزن من وراه، ودمع العين يهطل بانسكاب. وشعبتنا تئن ولست أدري، أتحيا أم تزاف على الرقاب. ستفقدك الدروس وسوف تبكي، دفاتركم وسلسلة الكتاب. وترتجف الدوات لطول عهد، أتكتب أم أجف بلا اكتتاب. وحدث يا صبور إذا أتاك قميصه والملابس في اضطراب. أتقدر أن تقول بأن موسى حبيبنا سوف يدفن في التراب، ويدفن في جواره مردفوه. نرى صفا توارى في رحاب. فصبرا يا ذوي القديد صبرا، لكم رب المعظم للثواب. فصبرا يا ذوي القديد صبرا، لكم رب المعظم للثواب.